السلام عليكم. معكم كابتن ميدو، تغذية، لياقة بدنية، فتنس، كل حاجة بإذن الله. اول حاجه لازم تبدا صح، تشوف الكوتش المناسب ليك، كوتش صح. اول حاجه لازم تساله طب انا هاخد فتره قد ايه. لو هو قال لك فتره قد ايه يبقى هو ما بيفهمش حاجه، مش هيشوف جيناتك ايه ولا هيشوف. لازم تمرينه يشوف انت ايه البي ام ار بتاعك، الطاقه. لازم تبدا صح. الفكره في ايه بقى؟ الفكره اللي انت لازم تشوف كوتش مناسب ليك كتغذيه وكلياقه، مش اصابات انت كنت بتعاني من حاجه زمان كده. لازم تبدا صح. يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح. انا سمعتك، اعمل ايه بقى؟ اعمل الصح. كابتن ميدو راح يمرن فهكمل انا بداله. اول حاجه عندنا 3 فئات. اول فئه اللي عايز ينشف، ثاني فئه اللي عايز يبلق، ثالث فئه اللي هو عايز يخسر دهون في نفس الوقت ويبني ماسلز في نفس الوقت. فاحنا هنتكلموا على ال3 فئات دول بالتفصيل. اول حاجه هنبدا بالتنشيف. التنشيف انت عايز تنشف او انت عايز تنشفي، اول حاجه لازم تحسب السعرات بتاعتك. عايز تحسب السعرات بتاعتك لازم يكون كوتش فاهم جدا في موضوع التغذيه ده، يبقى فاهم جدا، مش اي حد تاخد منه اي كلام وخلاص. لازم في التنشيف مع النظام الغذائي اهم حاجه ان انت تقلل من السعرات الحراريه اللي جسمك محتاجها اصلا من 300 لماكسيموم 500 سعر حراري في اليوم. الفئه الثانيه عندنا وهي فئه البالكينج، اللي عايز يضخم بمعنى اصح. لازم برضه تعمل حساب لسعراتك الحراريه، بس مش هيكون زي التنشيف خالص. التنشيف انت بتقلل من سعراتك الحراريه، في البالكينج لازم تعلي من سعراتك الحراريه من 500 لماكسيموم برضه 1000. ثالث فئه عندنا بقى اللي عايز يضخم وعايز ينشف في نفس الوقت، دي عايزه لها حلقه لوحدها. بس كده، ودي كانت اول حلقه لينا في القناه، باذن الله مكملين معاكم. دي اول مره كده بنتعلمه. تنسوش اللايك والسبسكرايب، تنسوش الفيديو مع كل اصحابكم. معاكم كابتن ميدو، كابتن عبد الرحمن، وباذن الله كل اللي جاي احسن باذن الله. تبدا صح. اقفل يا ابني. يلا بينا. 3 2 1 اكشن. عشان ممكن حد يعمل لك ايه. دي اول مره بنتعلم دي اول مره